قصة مرعبة من قلب الهرم. شقة كل اللي دخلها عمره ما خرج زي ما دخل. لو قلبك جامد دوس لايك واشترك عشان نكمل الحكاية. بعد مقتل محمود واختفاء مريم، الشقة اتحولت من مجرد مكان مسكون لشبح حية بيبتلع أي حد يدخل. الجيران بقى عندهم يقين إن الشقة بتختار ضحاياها ومش أي حد. في الأيام الأولى بعد الجريمة، العمارة نفسها اتغيرت. في عز الظهر كان في خيالات بتتحرك ورا شبابيك الشقة رغم إنها مقفولة بالجنزير. ريحة الدم البايض بقت طالعة على السلم، لدرجة إن الناس كانت تحط بخور ومية مقروء عليها قرآن عشان الريحة تختفي، لكنها ترجع تاني بالليل. أطفال الجيران كانوا بيقولوا لأهاليهم إنهم بيشوفوا ست شعرها طويل قعدت تبص عليهم من البلكونة، رغم إن كل الناس متأكدين إن الشقة فاضية. واحدة من الجارات الكبيرة قالت: أنا كنت ساكنة هنا من قبل ما الشقة دي تتبني، بس من يوم حادثة محمود ومنه بقيت أحلم بيهم. محمود يجي دامي، رقبته مفتوحة والدم سايل على هدومه، يقول لي: ما تسيبوش الشقة، هي مش لينة ولا ليكم، هي ليهم. الكابوس ده ما كانش ليها بس، كذا جار أكد إنه بيشوف نفس الحلم. في 2009 دخل خالد اللي كان مهووس بالجن ومعاه 3 من صحابه، 2 ولاد وبنت. كانوا فاكرينها مغامرة مسلية. جابوا شمع أسود وأدوات غريبة وقالوا: هنصور فيديو وننشره، الناس كلها هتعرف إننا قدرنا نكشف سر الشقة. أول ما دخلوا الشقة كانت ساكتة بشكل يخوف. الجو جوه بارد جدا، كأنهم دخلوا فريزر رغم إن الوقت كان صيف. بدأوا يولعوا الشمع ويرسموا دوائر، وخالد قعد في النص يقرأ كلام من كتاب قديم جايبه. وهنا بدأ الرعب. الحيطان نزفت دم، نقط دم صغيرة بدأت تنزل من السقف وتمشي على الحيط. المراية الكبيرة اللي في الصالة انعكست فيها منه واقفة مبتسمة، بس من غير ما يكون في أي جسد واقف قدام المراية. فجأة البنت اللي معاهم اتسحبت على الأرض من شعرها وصوتها كان بيشق العمارة كلها. واحد من الولاد حاول يجري يفتح الباب، لكن الباب ما اتفتحش، كان كأنه اتلحم بالحيط. خالد صرخ: محدش يخرج، لو خرجنا دلوقتي هنموت كلنا، لازم نكمل الطقس. لكنه مكملش، لأن واحدة ست بصوت مخيف اتكلمت من الضلمة: انت فتحت علينا، دلوقتي مش هنسيبك. في اللحظة دي الكهرباء قطعت وكل حاجة غرقت في الضلمة. الصريخ استمر طول الليل، والجيران كانوا بيسمعوا أصوات ضحك غريب وزجاج بيتكسر. تاني يوم لما الشرطة كسرت الباب، ما لقوش غير خالد مرمي على الأرض، عينيه مفتوحة بس ميت ولسانه متقطع. ال3 التانيين اختفوا تماما، لا جثث لا دم ولا أي أثر، وعلى الحيطة كان مكتوب بالدم: